السلام عليكم. غنرجعوا لكأس العالم للشباب بعد تعرف المنتخب المغربي على خصمه في الدور المقبل. المغرب أنهى المجموعة متصدرا بفوزان وهزيمة أمام المكسيك مع تسجيل إقصاء مصر. علاش دويت على المنتخب المصري؟ تأهل المنتخب المصري كان رهين بفوز المنتخب الوطني المغربي على المكسيك، الشيء الذي لم يحدث، فقامت الجماهير المصرية بمعاتبة المنتخب الوطني واتهموه بالتهاون عن قصد لإقصاء منتخبهم. بغيت نقول أشقائنا المصريين أن المنتخب المغربي لعب فقط بالعناصر الاحتياطية وأراح العناصر الأساسية، فحسنا ما فعلوا لأنهم أخذوا العبرة من منتخب الركراكي في الكان الأخيرة كوت ديفوار 2023 واللي أنا شخصيا كنت حاضر فيها في المدرجات. المنتخب كان غامر في المقابلة الأخيرة أمام المنتخب الزامبي، ونتيجة لذلك أهلنا منتخب الكوت ديفوار الذي كان خارج المنافسة، لكن أدينا الثمن غاليا لأن الهدف جاء عن طريق نجم المنتخب حكيم زياش ليتعرض هذا الأخير للإصابة ويعلن عن غيابه عن باقي المقابلات، وكان ذلك سببا من أسباب إقصاء المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا. هذه رسالة الإخوة الأشقاء المصريين أنه اليوم مصلحة المنتخب المغربي فوق كل اعتبار. كان هذا فقط قوس وغنسدوه. المغرب ضد كوريا الجنوبية يوم الجمعة في منتصف الليل، مباراة فاصلة، وفي حالة التأهل غنواجه الفائز مقابلة أمريكا وإيطاليا، جوج ديال الفرق كيتعتبروا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم للشباب. المعركة ضد كوريا الجنوبية ما غاداش تكون سهلة، منتخب منظم سريع واقعي ومقاتل حتى آخر ثانية من اللقاء، لكن الجيل ديالنا الشاب جيل ولد من نار التحدي وروح الفوز بعد أداء بطولي ضد البرازيل وإسبانيا. فكل العناصر اليوم عندها هدف واحد ألا وهو الفوز على كوريا الجنوبية والتأهل إلى دور الربع. ليلة الجمعة هي ليلة الحسم وليلة التأهل إلى ربع نهائي الحلم العالمي.